عشاق المغامرات والحكايات اللي بره الدنيا يجمعوا هنا حالا. هنحكي حكاية أرض زيكولا لعمرو عبد المجيد. بطل الرواية اسمه خالد، وكان بيحب واحدة اسمها منى وتقدم لها أكتر من مرة، وفي كل مرة باباها بيرفض عشان شايفه إنسان عادي جدا ما عندوش أي حاجة مميزة عشان يوافق إنه يديله بنت. قرر خالد إنه هيعمل مغامرة عشان يثبت لباباها إن هو إنسان مش عادي. فكان سمع من جده إن كان في سرداب وراه دنيا تانية غير اللي احنا عايشين فيها دي، دنيا باباه ومامته راحوا فيها وما رجعوش تاني. قرر خالد إنه يروح السرداب اللي كل الناس بتتكلم عنه ده وكل القرية عارفينه، ولكن كان في كتاب لو قراه هيعرف يروح ويرجع تاني. لقى نص الكتاب اللي يوديه عند السرداب، بس ما لقاش النص التاني. راح خالد السرداب الطويل قوي ده، وفي اخر السرداب كان في قرية صغيرة اسمها أرض زيكولا. المكان ده كان ليه حاكم، والناس فيها كانت بتتعامل بعملة غريبة قوي، كانت بعملة وحدات الذكاء. يعني لو عايز تشتري اكل ولا هدوم بتدفع بوحدات الذكاء اللي في دماغك، ولما تشتغل بتاخد وحدات ذكاء على شغلك. وكان الحاكم ده كل ما بيخلف ولد كان بيعمل احتفال كبير قوي في أرض زيكولا ويسميه احتفال زيكولا. وكانوا في يوم زيكولا ده كانوا بيلعبوا فيه لعبة غريبة قوي، انه بيجيبوا المرضى او الفقراء اللي في البلد اللي عندهم وحدات ذكاء ويقتلوهم ويوزعوا وحدات الذكاء دي على الناس كلها. وطبعا الفقير هو اللي ما عندوش وحدات ذكاء كتير، وبيحدد ده الدكاترة بتاعته. وكان في دكتورة هي المقربة الى الحاكم اسمها الدكتورة أسيل، وكانت من أغنى الشعب، يعني عندها وحدات ذكاء كتير قوي. هي اللي كانت بتعمل الكشف الأخير للمرضى أو الفقراء علشان تحدد الناس دي عندها وحدات ذكاء أقل ولا لا. وخالد كان جسمه قوي جدا، فكان سهل قوي إن هو يشتغل شغلانات في الأعمال اليدوية وياخد عليها وحدات ذكاء كتير. وفضل خالد يحاول يدور على باباه اللي راح أرض زيكولا دي، وساعدته في ده الدكتورة أسيل اللي حبت خالد من أول نظر، بس ما لقاهوش. ولكن لقى أخوه هناك اللي أصلا خد الكتاب من باباه بعد ما قتله علشان يقدر يرجع هو من أرض زيكولا. ولما خالد طلب منه الكتاب، أخوه الطماع طلب منه وحدات ذكاء كتير جدا عشان يديله الكتاب. وخالد فعلا اداله أكتر من نص وحدات ذكائه عشان ياخد الكتاب ويعرف يرجع بلد. ولكن للأسف ما عرفش يحل اللغز اللي في الكتاب وما عرفش يرجع بلده. بس الباب بتاع أرض زيكولا ما بيفتحش غير مرة كل سنة. فقرر ان هو يحفر خندق تحت الارض بمساعدة ناس كتير من اهل زيكولا. فاضطر يشتغل كتير، يجيب وحدات ذكاء يديها للناس تساعده يحفروا الخندق. وقعدوا يشتغلوا اكتر من نص شهر عشان يعملوا الخندق بتاع ارض زيكولا. وللأسف في الوقت ده الحاكم خلف ولد واعلن يوم زيكولا. وطبعا علشان خالد عمال يشتغل ويتعب ويدي الناس وحدات ذكاء عشان يحفروا الخندق، بقى اقل واحد في القرية تقريبا عنده وحدات ذكاء. واكتشفوا في القرية ان ده اللي هيتقتل في ارض زيكولا عشان ياخدوا منه وحدات ذكاء. ولكن الدكتورة أسيل عشان كانت بتحبه قررت ان تضحي بمستقبلها المهني في سبيل الحب. دخلت له السجن وادت له نص وحدات ذكائها علشان تخرجه من السجن وما يتعدمش في ارض زيكولا. وطلبت من الحاكم يعيد الكشف عليه. وفعلا خرج خالد من السجن وبدأ ان هو يكمل حفر الخندق تاني لحد ما وصل للسرداب عشان يروح لحبيبته منى. ورجع خالد ومعاه الكتاب واداه لبابا منى اللي اعتبره مميز جدا عشان جاب الكتاب اللي البلد كلها بتحكي وتتحاكى عنه. ورضي يجوزوا منى واتبسطوا جدا وعاشوا في تبات ونبات. بس معرفش ينسى الدكتورة أسيل ولا الناس اللي هناك، وقرر ان هو هياخد منى ويرجعوا تاني ارض زيكولا مع بعض. وده اللي اتكتب في الجزء التاني من ارض زيكولا. تحبوا نبقى نحكيها مع بعض؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.